زياد. زياد، تعال شوف كيف كل الناس ماتت يا زياد. كلهم احترقوا وماتوا بسببك، انت وينك؟ تعال شوف الجثث معباية هون بكل مكان. ما كان لازم يموتوا هلأ، بكير عليهم يموتوا بكير. اللي مين بدك تحرق وتقتل لسه؟ بدك تحرق كل العشيرة انت. لك ليش دفنتن كلهم؟ والله العظيم حرام عليك، حرام. انت كان لازم تحافظ عليهم كلهم يا زياد. ولا انت مدفون جنبهم كمان؟ معقول انت كمان ميت يا زياد؟ رد علي، انت وينك؟ انت ميت يا زياد؟ معقول انت ميت؟ هنن ما ماتوا، بعدهم عايشين. كلهم بعدهم عايشين. نحن عم نحترق، نحن عم نموت. كلهم ماتوا. لك ما ضل حدا عايش. لك حتى لو ماتوا كلهم ما رح ننساهم. هنن بقلوبنا، هنن معنا. نحن عم نحترق يا زياد، عم نحترق. تعال شوف عشيرتنا كلها احترقت. درجان احترقت كلها، عم تحترق. هي أنا يا زياد. لك هي أنا دلال، نسيتني؟ وينك أنت؟ رد علي. محمد عايش، سوزان عايشة، هيلين عايشة. لك كلهم عايشين، ما ماتوا، كلهم معنا يا زياد. كلهم لساتهم عايشين، كلهم عايشين يا زياد، ما ماتوا. سوزان عايشة. كلهم عايشين. عرفات، زياد، عرفات، نحن عم نحترق يا عرفات. درجان عم تحترق يا زياد. نحن عم نحترق يا زياد. هنن ما ماتوا، هنن لساتهم عايشين، هنن عايشين. انت كمان متت يا زياد. لك انت كمان متت. زياد، زياد، لك انت ما عم تسمعني يا زياد. هذا الشاب يلي عملوا له عملية اسمه فرات. شو رأيك بالصور فرات؟ حبيتهم؟ ايه حبيتهم. لك أنا جبت لك صور جديدة كمان. شكرا لإلك. مرحبا، كيفك اليوم يا فرات؟ منيح؟ مين حضرتك؟ هي مديرتي، حبت تجي تزورك لتتعرف عليك، تسألك عن المشكلة يلي صارت بالعيلة يلي تبرعت لك بالأعضاء. وشو علاقتي بالموضوع؟ أنسة أصلي ما بدها يعني أطلع على التلفزيون أبدا. لا تخاف، ما بدي طلعك لا على التلفزيون ولا بالجريدة. أنا بس إجيت لزورك وأسألك كم سؤال. لا تقولي بدك تاخديني على اسطنبول ها؟ لا ما رح أخدك لهونيك، خلينا نتعرف على بعض. أنا ملكة كهرمان. أنا فرات عرفات. تشرفنا. قلت لي عرفات؟ ايه عرفات، لأنه عرفات تبرع لي بالكبد، ما رح أنساله هالمعروف أبدا. طيب، تعرف ناس اللي تبرعوا لك بالأعضاء؟ لا ما بعرفهم، يلي بعرفه إنه صاير معه مشكلة كبيرة. أنت بتعرف زياد شي؟ رح أتعرف عليه قريبا. فرات، أنا عرفت إنك أنت ربيت بالميتم، مزبوط؟ هلأ بما أنه صارت صحتك منيحة، شو بدك تعمل بس تطلع من هون؟ لوين بدك تروح؟ من شوي أنا قلتلك إنه صار عندي عيلتين هلأ، واحدة عيلتي الأولى والتانية عيلة عرفات. بس أطلع بدي روح على ديرجان. أنسى قربي منا شوي أخذ لكم صورة سوا.
طيب قولي ليش ما اجى عمي زياد لهون؟ لأنه بدنا نروح على الضيعة. وبلكي قوصوني مرة تانية. لا حبيبي لا تخاف، لو انا كنت مثل عمي زياد ما كان حدا قوصني. أنت كمان قوي حبيبي. مرحبا، كيفك شوكات؟ جبت لك رفيق جديد يقعد معك، رح تضل مع فرات هالكم يوم. سلامتك يا ابني. شكرا لك. نحن بنقربه لزياد. يعني زياد هون؟ لا، ما قدر يجي لهون لأن المشفى محاصرينه الأمن والشرطة يا ابني. طيب هلا عن جد زياد مجرم؟ يعني اللي عم يحكوه صحيح؟ والله ما بعرف. طيب يا عمي قل لي انا ايمت رح اقدر اشوفه؟ يعني بالنهاية انا اخذت كبد ابن اخته، حقي اتعرف عليه. لا تاكل هم، أكيد رح تتعرف عليه، هلأ أنت مثل ابن أخته. طيب احكي لي شوي عنه. تكرم رح يحكي لك شوكت كل شي عنه. شو حبيبي فيك تحكي له؟ ماشي بحكي له. والله أنا ما كنت بعرف قديش سليمان أنقرة كان شخصية مهمة. يعني حسب ما قالوا بالجنازة كان زلمة منيح كتير، وكمان كل الناس كانت بتحبه كتير. ايه شو كنت مفكر يا محمود بيك؟ والله سليمان أنقرة كان زلمة ما في مثله، كتير منيح، الله يرحم ترابه. عمي سليمان كان مثل أبي التاني. شو بدي أعمل هلأ؟ ماني مصدقة إنه توفى. والله العظيم كنت كتير حبه. شايفة؟ سليمان أنقرة كان زلمة مشهور، بس ما كنت سمعانة باسمه. حكولي الناس عنه شوي بس ما قدرت أعرف كل تفاصيل حياته. بس والله أنا ما فهمت شو كان يشتغل بالضبط يا أصلي، لأن مبين إنه كل الناس كانت بتحبه. معك حق، شفتي قد إيه كان في ناس حاضرين بالجنازة؟ وحتى كل الناس حكت عنه بالمنيح. ما صار لي كتير متعرف عليك يا شوكات، بس حبيتك. شكرا يا فرات، وانا حبيتك كمان. يعني والله بفضلك نسيت كل وجعي، وحاسس حالي صرت احسن من قبل بكتير. انا ما بتخلص مشاكلي يا شوكات، بتخلص وحدة بتجي غيرها. الوحدة هي قدري. طول بالك يا اخي، يعني كل مشكلة وإلها حل، واهل ديرجان كلهم واقفين معك. طمني عنه يا دكتور، اللي إن شاء الله صار وضعه أحسن. شو كيف صرت يا شوكات؟ انا منيح دكتور. كيفك يا فرات؟ شكرا يا دكتور، الحمد لله. أعطيني عنك، هات أعطيني. سعيد ايه يا اخي. يكس مان شكور منيح. وصل انا معي. بدي اياك تجيب لي راس زياد اليوم قبل بكره. امرك يا اخي. هلا فايت على الغرفة وصحته منيحة. بالكم عليه منيح. حاضر تمام أنا جاي. لا تتحرك من قدام الباب. حاضر. بصراحة أنا شفتكم اليوم بجنازة سليمان أنقرة، شكلكم بتعرفوه منيح صح؟ ايه طبعا بنعرفه منيح. هلا أنت بتعرفي زياد منيح؟ قالوا إنه هو يلي قوص على سليمان أنقرة وقتله صح؟ حتى هو كمان يلي حاول يغتال زوجك شكور كاتير أوغلو. أنت شو رأيك، معقول يكون هو؟ الله يكسر إيدين اللي حاول يقتل أبي. أصلاً أبي بحياته كلها ما حاول يأذي حدا. أنت بتعرفي زياد؟ ما بنعرفه بس بنسمع باسمه. مثل ما سليمان أنقرة هو عدو العيلة، زياد دريجان هو عدو العيلة كمان. وأنا هلأ بدي كل السلطات تقبض عليه فوراً. أصلاً كل شي صار معنا بسببه هو.
أنا بتمنى من السلطات إنه تعد موشنق، يخرب بيته من حاله، الله لا يوفقه إن شاء الله. آمين، الله لا يوفقه إن شاء الله. أنا عم دور على هالزلمة يلي بالصورة، تعرفوا شي؟ هي الصورة كتير قديمة من أيام جد جدي، مو واضحة أبداً. كيف بدي أعرف؟ طيب شوف هي جديدة يمكن أوضح، شايفوا شي مرة؟ شو بدك بهذا الزلمة؟ ليش بدك إياه؟ والله صعب إنه أشرح لك، هذا أبي. لا عم تمزح، أنت ابنه لعبد الله؟ إيه، أنا ابن عبد الله، ما كنت بتعرف؟ لا ما بعرف، أنت عن جد ابنه؟ إيه. لو أنا كنت مكانك لا بدي أعرف ولا أتعرف على أبي. ليش؟ لأنه هو مساعد شكور آغا، يعني كيف بدي أشرح لك إياها يا أخي؟ أنا ما بدي أذكر اسم هالزلمة على لساني. خلص روح من هون لو سمحت، ولا بقى تفرجيني وشك بنوب. إيه؟ يا لطيف لك شو عامل أبي؟ عجبك يلي صار؟ يا سلام، عبد الله عنده ابن. جوري شو في عم تناديلي؟ بدي خبرك انه زياد هون. شو عم تقولي؟ وينه؟ شفته بعيوني التنتين، كان واقف هنيك هلا. كرمالي إذا ما بدك الميتين يتعذبوا بقبورهم لا تروح من هون. أنا رح ضل معك طول الوقت، وأنت كمان. اعمل يلي بتشوفه صح، ما ترد على حدا وما ترد علي حتى. والله العظيم أنا حياتي كلها بس إلك. أنا ما فيني أعيش بدونك يا زياد، لهيك نحن يا منعيش سوا يا منموت سوا. أصلاً ما رح يبعدنا عن بعض غير الموت وبس. خلينا نبلش حياة جديدة وننسى كل شي صار معنا من قبل زياد. بس بترجاك لا تتركني، أنا مو بس معك بالحياة وبالموت كمان، وحياتك أنا جنبك طول العمر، وبوعدك بحياتي ما رح أتخلى عنك لو شو ما صار. فكرتي منيح يا جوري، بترجاكي لا تتعلقي فيني وبمشاكلي، بس تذكري حياة أختي سوزان اللي ماتت بسببي. ما رح أقدر خليكي تضحكي. إيه بس أنا قررت، أنا رح وقف معك على الحلوة والمرة كمان. أنا مستعدة موت معك ولا أعيش من دونك يا زياد. حتى ما تندمي بعدين. فكري. زياد، مستحيل، وحياتك ما رح أندم أبداً.
أخي فرات أنا رايح على المقصف، جيب لك معي شي؟ سلامتك. يلا بنتي نور. يلا بنتي خفيها شوي. سلامتك. الله يسلمك. ليكي بنتي انت لازم تروحي على المدرسة فورا، لأنه راح عليك كتير دروس، ومسعود لحاله برا البلد كمان. مو هيك يا نور؟ معي حق بهالحكي ولا نور؟ وينك يا نور؟ وين راحت هالبنت؟ نور؟ نور؟ شفت لي نور يا أخي؟ لا ما شفتها. نور؟ أنا اسمي نور. أنا اسمي فرات. تشرفنا. يا ربي أنا معقول صار لها شي لهالبنت؟ يا ويلي بركي خطفوها، بيكون آخر يوم بحياتي كلها يا ربي. يا ويلك يا عبد الله، المصايب لاحقتك وين ما رحت. بركي صار معها شي لهالبنت، أنا وين بدي لاقيها؟ لو سمحت. خير يا أخي؟ لو سمحت، شفت لي شي بنت صغيرة كانت ماشية معي هون فجأة اختفت؟ لا ما شفتها يا أخي. ما شفتها؟ يا ربي شو بدي أعمل؟ أنت عبد الله مو هيك؟ ايه أنا عبد الله، كيف عرفتني؟ لك تضرب ما أغباك. ليش أنت مين ما بيعرفك يا زلمة؟ روح الله لا يوفقك، الله ينتقم منك. يلا نلع من خلقتي، أنا ماني فاضي لك هلأ. الله لا يسامحك. أنسى نور، أنسى نور، لك وينك؟ يلا بشوفك بعدين. لك نور. يلا باي. مع السلامة. نور، لك وين كنتي انت يا بنت؟ صار لي ساعة عم دور عليكي، خلصيني امشي. كنت هون عمي عبد الله. كنت رح اتقاتل مع العالم بسببك. مرحبا، عم دور على الحاج عمران. أنا ابنه. هذا أبي. حاج عمران مرحبا. كنت بدي أسألك عن هذا الزلمة، قالوا لي إنك بتعرفه، كان يجي لهون صح؟ لا أنت غلطان، ما بعرف هالزلمة. هاي الصورة قديمة، شوف هاي الصورة. هذا عبد الله، أنت من وين بتعرفه لهالزلمة؟ والله أنا ابنه وعم دور عليه. يا سلام، شو هالأب اللي عندك؟ دور بمكان تاني. وين لازم دور؟ روح اسأل عن عنوان شكور، لأن الكل بيعرف عنوانه والكل بيعرف بيته، ما رح تضيع أبدا. ايه صحيح نسيت اقول لك، ابوك عبد الله كان بالمشفى من فترة، ما بعرف إذا مات أو لا. روح لعنده على المشفى وشوفه، وإن شاء الله يكون مات يا رب. يا ربي أنا شو عامل أبي؟ العمى على هالقصة.
انت كتير قوية يا جوري. كنا عم نقول انه جوري مستعدة تموت كرمال زياد لأنه بتحبه كتير ومستحيل تتركه لحاله. ليكو يمكن أنا بالغت شوي بالحكي يلي حكيته يا بنات، بس أنا اكتشفت إنه أنا مثل زياد. يلي صار مانو سهل، أخته وابن أخته وعشيرته انقتلوا قدامه. طيب كيف بده ينسى هالشي كله زياد إذا هو نسي؟ أنا مستحيل أنسى بحياتي. اجا زياد. مرحبا. أهلين. مرحبا. كيفك زياد؟ كنا ناطرينك لتجي يا زياد. شغلت بالنا الحمد لله على السلامة، بس إذا بدنا نلاقي المجرمين لازم نشتغل سوا. يعني إذا رح تضل لحالك لا رح ناخد بتارنا ولا حتى رح نرتاح بحياتنا. نحن لازم نكون إيد واحدة يا أخي. ما بدنا نخسرك إلك كمان يا زياد. ايه جعفر معه حق. إذا بدك تموت يا منموت كلنا أو منعيش سوا وما في غير هالحكي. لحظة يا شباب، كلنا عنا نفس الوجع، بس خلص بترجاكم لا تخلونا نغلط، وبدنا نحط الملح على الجرح. خلونا نهدى شوي هلا ونفكر على مهلنا. لازم نكون ايد وحدة. اي تصرف من دون تفكير ولا نقاش ما رح يجيب نتيجة بنوب. ليكو اسمعوا منيح يا رجال، إذا اجتمعنا مع بعضنا اليوم أكيد رح نوصل لشي يوحدنا كلنا ويقوينا، بس لازم يكون تفكيرنا وقراراتنا كلها وحدة يا رجال. إذا كلكم متفقين على هذا الشي فلازم كلنا نوقف مع أخي زياد وقراره ينطبق علينا وما رح يكون في كلام من بعده. إذا بيقول زياد إنه نموت منموت، بس ما لازم نضل ساكتين بنوب. احكي يا زياد أغا، إذا أنت ما رح تحكي نحن رح نحكي. احكي أو أنا بحكي. اخا كلياتنا رهن اشارتك، انت مسؤول ايه؟ أنا ما كسرت قلوبكم، بس أنتوا شو متوقعين مني أعمل؟ خلوني ضل ساكت وبلا ما أحكي أحسن. خلص بكفي اللي صار فينا وبعشيرتنا، بكفي اللي ماتوا واحترقوا. مو ناقصنا، بكفينا. يلا شو ناطرين؟ شو مننسحب؟ مو هيك كان بدكن تجوزوا زياد وبس. ما لازم نسكت. أهلنا وأخواتنا لازم يكونوا بأمان. نحن لازم نحميهم. ويلي مو عاجبه خلص في روح يقعد ببيته. لأنه أنا أخذت بقراري. كل شي عليكم تعملوه هلأ إنه تتركوني روح، وإذا لازم يكون في تضحية فأنا جاهز ضحي. أنت مو لحالك يا أخي زياد. طبعا مو لحالك، مو لحالك. شو ما بدك بنعمل؟ نحن دائما معك. نحن من ايدك هي لايدك هي، ما رح نتركك ابدا. نحن جاهزين، نحن معك. شو نعمل؟ نحن كلنا معك يا زياد، نحن معك. مهران، طه، تعوا معي. كلنا بدنا نفوت بقوة، وبما انه رح نكون مع بعض كلنا فيا رح نموت سوا او بدنا نعيش كلنا سوا. انتظروا.
جوابي يا رجال. انت وانت 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 الباقي كلكم فيكم تروحوا. عمي جعفر لا تتساهل مع حدا، خذ الكل معك. تمام. يلا طه، تعا مهران. والله في تقرير كان عم يقول إنه الأستاذ كاتير أوغلو رح ينقلوه على مشفى بأنقرة، صح هالحكي؟ يا ريت. أصرينا كتير إنه ينقلوه بس ما عم يقبل بنوب. شو عم تعمل هالبنت هون؟ نور شوفي. انت شو عم تعملي هنيك؟ تعالي قعدي هون. أمي في شاب اسمه فرات بالمشفى ما عنده بيت، فينا نقول له لبابا إذا فينا ندير بالنا عليه؟ نحن ناقصنا مشاكل؟ بنتي يلي فينا مكفينا مو ناقصنا. روحي شوفي أبوكي. مثل ما عم قلك، يعني أكيد الأطباء كلهم بأنقرة بدهم ينقلوا زوجي لهنيك لحتى يعالجوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أنسي والله أنا صار لي عم أشتغل هون بديريجان 28 سنة. أنا من أهل ديريجان وعايش معهم وبعرف كيف بفكروا هالعالم. أهل ديريجان بيعلموا أولادهم بدون ما يفرقوا بين الولد والبنت أبداً. وهالحكي مو بس بتركيا
وكمان بأوروبا أهل ديرجان بتعلموا بكل مكان وبيخدموا أهلهم وبحياتهم ما قصروا. أبواب هالمدرسة بحياتها ما انقفلت بوش حدا. بس هي الأيام شفتي شو صار وجع ومعاناة أهل ديرجان، والله كتير صعبة. كنا مرتاحين ومبسوطين وكان رح يكون علي شير قائد العشيرة، بس المرحومة سوزان وابن أخته لزياد الله يرحمه وحتى علي شير كانوا يدرسوا بهي المدرسة. عرفات كان يقعد بالصف بهذا الوقت ويرجع يروح يلعب بالجنينة برا هو ورفقاته. في كتير أنسات اجوا قبلك وحاولوا يرجعوا يفتحوا هي المدرسة من أول وجديد، بس والله العظيم ما حدا منهم قدر إنه يرجع الضحكة على وجوه الناس وأولادهم. هلأ أنا بدي منك طلب يا بنتي، إنك ترجعي تفتحي أبواب المدرسة وتستقبلي الطلاب وترجع الضحكة على وجوههم. تفضلي. حاضر شيخنا. طه الإمام بالمدرسة شي؟ عم يحكي مع الأنسة. تفضلي بنتي. يا جماعة أنا هلأ فهمت الآنسة كل شي وهي وافقت. اسمعينا يا أنسة، من هون ورايح انت ضيفتنا. أهلا وسهلا فيك يا بنتي. طالعة بتشبهي بنتي هيلين الله يرحمها، وكأني هلأ عم أحكي مع هيلين. هي المدرسة رح تضل فاتحة أبوابها للطلاب، لأنه هي المدرسة بالذات كان يدرس فيها عرفات الله يرحمه. معقول تضل مدرسة عرفات مسكرة؟ حتى لو الكل قبل بهذا الشيء، زياد ما رح يقبل تكون هاي المدرسة مسكرة. لهيك نحن منوثق فيكي، أي شيء بدك إياه وبتحتاجيه خبري الإمام ونحن حاضرين. اختي اسمعيني منيح، أهم شيء إنه المدرسة ما تتسكر، لأنه هي مستقبل أولادنا. أولادنا بيعرفوا كيف يتعلموا بإرادتهم وبلا خوف، بس مثل ما لك شايفة القتل والرصاص معبى وين ما كان. وأكيد نحن ما رح نخلي أولادنا بهالوضع اللي بيخوف. لازم نأمن لهم الحماية وما نخليهم يخافوا بنوب. لازم نكون قوايا، بس كرمال نحمي أولادنا يا جماعة. بكفي اللي راحوا وانقتلوا ظلم بظلم. لهيك يا أنسة نحن بدنا إياكي هلأ تفتحي المدرسة وتخلي كل الطلاب يتعلموا. ولا تخافي، نحن كلنا عايشين بس لنحمي هالضيعة وأهلها. وهلأ كلياتنا رح نقدم شكوى للأمن، لأنه نحن ما رح نخلي أولادنا يعيشوا بهالوضع. المجرمين وين ما كان، مثل ما أهل الضيعة متوترين، الأولاد كمان متوترين. وأكيد ما في ولد بيقدر يدرس ويتعلم تحت رصاص. عرفات كان من هدول الأولاد وانقتل كمان. نحن لازم كلنا نضل إيد وحدة لنحمي هالضيعة وكمان لنحمي أولادنا ونخليهم يكملوا تعليمهم. خلونا نروح على مكتب المحافظ، وبعدين فورا منروح على الأمن منقدم شكوى ومنشرح لهم وضعنا كله. أنا فهمانتكم، لهيك حكيت مع قائد الشرطة مشان هذا الموضوع. إذا القوات العسكرية هلأ هون فهن مشان بس يحافظوا على أمن هالضيعة. هن كمان بدهم زياد يلي نحن بنعرف إنه بريء، قال بدهم إياه يروح يسلم حاله للعدالة بأقرب وقت ممكن. يا جماعة أنا بشوف إنه نروح هلأ لعند المحافظ ونحكي بهذا الموضوع. يا جماعة تفضلوا. ليك يا حسن، شوف الفيديوهات اللي بعثت لك اياهم منيح وتذكر الموضوع، كثير مهم بالنسبة لإلي. تمام يا أختي، لا تاكلي هم. هلأ بخلص الاجتماع ورح روح جيب الفيديوهات. أنا واثقة فيك. صحيح قال الأستاذ إنه جاي على ملاطيا، شو صار معه؟ الجو هون برد يا أختي، إذا صار الجو أحسن احتمال يروح على ملاطيا كم يوم. صحيح أختي، قريتي المقالة اللي كتبتها؟ شو رأيك فيها، حبيتيها؟
ما قلتي لي رأيك. ايه طبعا قريتها حلوة كتير، برافو عليك يا حسن. شكرا أختي. يلا باي، بحكيك بعدين. يلا باي. والله هاد حسن مثلك يا أصلي، عن جد اتنيناتكن كتير ناجحين. شكرا كتير. وين كنا؟ كنا عم نحكي عن شكور، إنه أكيد شكور ما رح يروح على المشافي اللي بأنقرة. ايه أنا بتوقع إنه ما رح يقبل يروح على أنقرة أبداً يا أصلي، مع إنه كل المشافي اللي بأنقرة كتير منيحة ومجهزة وممكن يتعالج بسرعة. خلص اهدى. ليك يا ابو يرز، خلينا نتفق، روح وارجع لهون بسرعة. يلا روح امشي، يلا يلا ابو يرز. عسكري، شفت حصان عم يركض تحت لحاله. كيف بده هالحصان يجي لحاله بدون ما يركب عليه حدا يعني؟ بويراز، كأنه الحصان مربط، معناتها زياد قريب من هون كتير. ايه أكيد قريب. انتبه، كأنه الحصان جاي لهون، بس كمان ما في حدا. لك ايه، مو قلت لك من شوي انه ما في حدا راكب عليه؟ عمي، شو هاد الحصان؟ كيف هيك عم يروح ويجي لحاله وما حدا راكب عليه؟ يعني كأنه عم يعمل شيء؟ ايه هذا الحصان لزياد، بما انه زياد اختفى مو مبين، بضل عم يدور عليه يا حرام.
صار له هيك فترة طويلة وهو على الحالة، كتير متعلق فيه. عن جد؟ والله أنا فكرت بس الكلاب والقطط بيروحوا بيدوروا على أصحابهم ومتعلقين فيهم. شو هالزياد هاد؟ ما بعرف كيف ربى هالحصان. عن جد يا ريت كان في عندي حصان مثله. برافو عليك. برافو. وقف. وقف وقف يا زياد، وقف. بترجاك لا تعمل هيك يا زياد. نحن هون كلنا بحاجتك يا زياد. لا تروح وتتركنا لحالنا. لازم تنتقم منهم كلهم. زياد ما بصير تعمل هيك. لا تخلي جوري تصير أرملة قبل ما تتزوج يا زياد. اسمع مني بترجاك، انت لازم تتزوجها. لازم تسمع مني. رد علي، عم تفهمني؟ هاد يلي انت عم تعمله هلأ مع جوري ما بيصير يا زياد. بترجاك اسمع مني آخر مرة. لا تخلي محمد يتعذب يا زياد. إذا ما بدك يعني اتعذب لا تعمل هيك. لك أنا بترجاك لا تعذب الميتين وهنن بقبورهم. علي شير، هيلين وسوزان. لا تخلي عرفات يزعل منك ويتعذب بقبره أبداً. زياد لا تعذب الميتين. أنا هلأ عم بترجاك، عم تسمعني؟ فكر منيح قبل ما تتصرف. والله العظيم أنا عم أتعذب كتير يا زياد. بترجاك رد علي، لا تتجاهلني بهي الطريقة. زياد لا تروح، بترجاك. لك خليك هون زياد، خليك. بترجاك خليك. لازم تتزوج جوري.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.